سعد المجرد اتحكم عليه ب5 سنين سجن، بس لو بصيت له في وقت النطق بالحكم هتحس انه قضى العقوبه في السجن. شوف انا سعد المجرد انا فاش نشوف بحال هكا قلت صافي راه عاد خرج من الحبس. راه ما يمكنش دابا القضيه ديال تاع الاغتصاب في 2018 شو شحال داز عليها هذا الوقت وهما مازال نعسين عليها معلم بحال اللي مدوز للحبس في السفير مدوز الحبس هو داير كدا هادي. ولكن فاش دارت المحكمه حكموا عليه دابا بخمس اعوام سجنان رغم انه من 2018 حتى دابا شحال من عام دابا داز. الوقت طارت معلم والله الوقت طارت 2018 دابا. وبالتالي جا وقت الحكم عطا هو 5 سنين معلم زياده ولدي زيد 18 ودابا 2026 هي وقع شي 8 سنين ودابا عاوتاني زيد واحد 5 سنين تولي 13 عام بتهمة شنو؟ بتهمة ديال الاغتصاب. اي مغربي ولا اي مغربي مشهور في فرنسا فرا بان فرنسا كتبغي دير داك الفنان اللي تيكون مشهور كتبغي دير له العصافر الرويضه بحال اللي داروا سعد المجرد. هما داروا له العصافر الرويضه ما عطاوه 5 سنين. سهله ماهله. فرنسا صعيب. فرنسا ما مزيانش بنادم يستقر فيه خصو يخوي خصوصا الا كنتي مشهوره معلم. اصلا هي فرنسا ما صلحش المعيشه كاع. الا بغيتي تمشي لاوروبا اما اسبانيا الطاليان عطاه الله. اوروبا راه كبير ما كاينش فرنسا. دابا الاكثريه ديال الناس تركزوا على فرنسا فرنسا فرنسا. حنا موضوعنا ماشي هو هذا خرجنا من الموضوع. يعني سعد المجرد اللي دار بيديه في كابس تكون داروا عليه مؤامره تكون داروا عليه بزاف ديال الحوايج حنا ما عارفينهاش. يعني واش السيد بصح مشى ظلم ولا بصح دار هذا ارتكب هذه الجريمه هذه. ورغم انهم تيقولوا سعد المجرد مسمينه هنا العرب لان كيقولوا له المغتصب. اوريدي شعر ابيض وزن زايد وانتفاخات وارهاق باين على ملامح وشه. اللي شايفه قدامك ده مش سببه النطق بالحكم، ده نتيجه لنزاعات 10 سنين في المحاكم من 10 سنين دي ديال 2016 واول قضيه اترفعت عليه في باريس. طول الفتره دي سعد ما قضاش عقوبه سجن، اكتر من مره كان بس حبس احتياطي، واطول مده قضاها كانت حوالي 6 شهور. لكنه كان في المحاكم طول الوقت، جلسات تأجيلات استئنافات ومراقبه ومنع من السفر اوقات كتير. حتى وهو بره ما كانش حر بالكامل، وهو نفسه حكى قد ايه كانت فتره صعبه، خصوصا انه شخص مشهور وان كل حاجه بتحصل له كانت قدام الناس. سعد واقف في المحكمة والحكم 5 سنين سجن، بكى وحضن أمه وزوجته. وعلى فكرة الحكم ده مش نهائي، يعني لسه في استئناف ولسه في شغل محاميين ولسه القصة ممكن تتغير. بس الحاجة الوحيدة اللي واضحة ان السنين دي كلها سابت أثر عليه وقبل ما الحكم يتنفذ. عموما سعد نزل بوست طمن عيلته وجمهوره وقال انه رجع لبيته وشغله وانه بيحضر لحفلات جاية. المهم اللي دار السئناف سنظن بانه اما غادي يزيدوه اما غادي ينقصوا منه. ولكن ما عرفت فرنسا ومغربي فراتشي ما كيطمنش بالخير معلم. هي محكمه الجنايات في فرنسا حكمت على سعد المجرد ب5 سنين ديال الحبس في ذاك الملف فين هو متهم باغتصاب واحد الشابه في 2018 وزيد عليه بلي غادي يخلص تعويض ديال 30,000 اورو للضحيه. واخا سعد المجرد راه بقى كينفي هاد التهمه وقال بلي العلاقه كانت رضائيه، ولكن المحكمه ما قبلتش بهذا الدفاع اللي معروف بانه اي الحكم صدر دابا ولكن بلا امر فوري باش يديوه السجن. يعني دابا راه باقي ما داوش السجن وهادشي معروف من حد الساعه. والسلام عليكم. المهم كيوقع له مع هاد البنت هادي اللي مشى مع اللوطر كيوقع له معاها. المهم اللي ما عارفش نعاود لكم القصه كيفاش كانت. اسيدي كان هو في واحد لابواط كان سهران. فاش كان سهران تعرف على واحد البنت تمك في واحد لابواط وهذيك واقيلا مازال اما قصيره واما في سن البولغ ولا تيقول ماشي سن البولغ هذه بلا مش طراشم وانما فايته السن القانوني. يعني تكون عندها ما بين 20 حتى 17 عام ما عرفتش شحال في عمرها بالضبط. المهم سيدي مشى معاها فين مشى مع اللوطيل. هي مشات بيديها هي وياه مشاو بحال اللي راه صاحب ديالها هو اصلا صديق ديالها ولا مصاحب معاها. سيدي مشاو اللوطيل ياك عطاهم الشامبر قالوا ما النمره هكذا هادي طلع معاها مشاو الشامبر حل الباب دخلت تا هو دخل ومن بعد غادي يوقع له وقع غادي يبغي يدير شي حاجه. هي قالت له لا ثم لا ثم لا. قال لها كيفاش لا حنا امام الامر الواقع. قلت له هي لا ثم لا ثم لا. فاش قلت له لا دار هو اللي خصو يدار دار داكشي خصو يدار صافي وخلى على مولانا. ودابا هو حكموا عليه دابا ب5 سنين. 5 سنين شوف هي دازت عليها
من 2016 ثم عندها عاوتاني واحد القضيه واحده اخرى في 2018، ودابا حكموا عليها ديك ديال 2018 تنظن. شي واحد المده دازت وغادي يزيدوا واحد 5 سنين. يعني هاد السيد هذا كي كان في وجهه كيفاش كان داير، شو هي المنظر ديالو اصاحبي، قال الحياه هو كان كيصبغها ولا شيب وغلاظ وستريس والروينه كحلا، حيت عندك واحد القضيه من 2018 ومازال ما بغات تمر مرور الكرام. يعني عليه جميع الضغوطات خصهم الحكومه ديال فرنسا بطبيعه الحال خصها تنزل عليه، حيت هي ما عندهاش الربح بان ما تنزلش عليه، خصها تنزل عليها معلم. ايوا فرنسا واجرك على الله. لذلك انايا ما عنديش مع الفرنسي، هذه كنعتبرها مستعمر ديجا كان المغرب، والمغرب بقى متشبت بداك الفرنسيه ديال فرنسا، بقى متشبت بها. عندنا واحد شي بعض الكلمات من فرنسا المغاربه شداو بداك يزيدوها دابا في المصطلحات، ستالاسيون، باركين، هادو كلهم مصطلحات فرنسيه. انا ما بقاتش عندي مع فرنسي ولا تنكرهها. هنايا السنغاليين تهضروا بالفرنسيه، انا ما عنديش معها، رغم انني قريتها في المغرب، ولكني ما عنديش معاهم وما تنعرفش نهضر بها. خاص انايا لا فتيتي عليا شي حاجه قلتي لي هذاك اكريت ولا شي لا، ما نعرف حتى كلمه ما نعرفها. المهم ما عليناش، خرجنا على الموضوع. يعني سعد المجرد جابها في يديه، جابها في راسو. 5 سنوات سجن بحق سعد المجرد بقضية الاغتصاب اللي بترجع ل 2018. ما لاحظتوش راه كلشي كيهضر عليه، كلشي مبلبل عليه، حيت سعد المجرد راه ماشي اسم عادي، راه اسم عالمي، اسم عالمي جدا. حيت هذاك الديسك ديالو انت المعلم راه وصل للعالميه وكلشي كيعرفو. يعني هذا سعد المجرد ماشي مؤيد مرور الكرام، وانما خصو يهضروا عليه، كلهم خصهم يهضروا عليه، حيت سعد المجرد سميه كبيره. بسان تروبي الادعاء كان طالب 10 سنوات، اجى الحكم 5 سنوات و30,000 يورو تعويض للمدعية. الجلسة كانت مغلقة، ولكن الناس اللي كانوا حاضرين قالوا صار يبكي بعد صدور الحكم أمام زوجته ووالدته. والمدعية بعد صدور الحكم نشرت صور لأثار. هذه اختنا، هذه اللي مشات مع اللوطه، مشات له بيديها برجليها مشات. الاثر الضرب كاينين، اثر ديال الضرب ما عرفتش هو اللي ضربه ولا ما ضرباش، الله اعلم. يعني هي فاش خرجت من عندي مشات نيشان تصورت راسها. انا كنظن بان فرنسا هما اللي داروا مؤامره باش بهاد البنت هذه باش غادي يورطوا سعد المجرد. ولكن سعد المجرد صدق كامبو عنده القرون طاح في الفخ. هي فاش قلت له بغيت نمشي بحاله طلق الزمر، طلق عندك مرتك طلق. ولكن لا هو لا، جيتي معايا خصنا نقضيو الامور. حسن مغربي راسو قاصح. الضرب اللي تعرضت له نجم بحجم سعد المجرد، قديه حرام انه يقضي وقت كتير طويل من عمره بين المحاكم والقضايا والاحكام. المهم تيقول لك واحد المثال، لا نعس هذا تيفق هذا، والمعلومه راه وصلت. وهادشي اللي كان في هذا الفيديو. اذا نتمنى عجبكم خلي معك لايك، سبسكرايب، شي كومونتير، ونتمنى بانه فري سعد المجرد وتهلاو.